وصوم 6 من شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. يستحب صوم 6 من شوال، ولا يشترط أن تكون أول أيام شوال. طبعا لا يمكن أن يكون أول يوم في شوال، لأن أول يوم في شوال عيد، لا يجوز صومه كما سيأتي. لكن من الأيام التي يستحب صومها من 2 من شوال، تبدأ بالثاني من شوال وتصوم 6 أيام. الأفضل أن تأتي بها يعني متتابعة، وإن أفردتها ما في بأس، يعني صمت يوم الثاني، صمت يوم ال12، ال14 و15، بعدين رجعت على 20. المهم خلال شهر شوال، خلال شهر شوال. وقال له كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، فيستحب صيام 6 من شوال.